أهلا بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صحتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مناظير الكتف والرباط الصليبي والغضروف الركبة. كتير مننا ممكن يكون بيعاني من مشاكل في ركبته، المشاكل دي راجعة لأسباب كتير قوي. النهاردة هنتكلم عن الرباط الصليبي، هنتكلم كمان عن خشونة الركبة، وهنتكلم عن علاجها وفكرة الحقن والمواد اللي ممكن تتحقن بيها الركبة عشان خاطر نتخلص من الألم الناتج عن خشونة الركبة. كمان هنتكلم عن غضروف الركبة وأسبابه، هنتكلم أكتر عن طرق العلاج. واللي هيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور عماد رفائيل، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية والمناظير، زميل مستشفيات جامعة أولم بارن ألمانيا، زميل معهد سان دياغو لجراحات الكتف بالولايات المتحدة، وعضو جمعية جراحات مناظير المفاصل الأوروبية والمصرية، رئيس مجلس إدارة مركز ايبل كلينيك لجراحات العظام والكسور. الحديث عن مشاكل الركبة وإزاي نقدر نتخلص من الآلام هتكون حلقتنا النهاردة، لكن خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. مركز ايبل، وحدات كاملة للكشف على مشاكل العظام والمفاصل والأشعة والعلاج الطبيعي، تحت إشراف دكتور عماد رفائيل، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية والمناظير، زميل مستشفيات جامعة أولم بايرن ألمانيا، زميل معهد سان دييغو لجراحات الكتف الولايات المتحدة، وعضو جمعية جراحة مناظير المفاصل الأوروبية والمصرية. عناوين العيادات: عيادة القاهرة، التجمع الخامس، مول هيلث كير سيتي الطبي، HCC خلف المستشفى الجوي، عيادة 215 على 218. عيادات الإسكندرية: عيادة جناكليس 656 طريق الحرية، برج أوبال، الإسكندرية. عيادة محرم بيك 16 شارع عبد القادر الغرياني، الرصافة، الإسكندرية. تليفونات العيادات 011 20 80 11 99 أو 012 77 93 15 59 أو 012 77 66 46 37. فيسبوك ايبل كلينكس دكتور عماد رفائيل. ويب سايت able-clinics.com بتاعنا. فبالتالي المريض لما بيخش لي بيبقى عمل رحله صغيره في المكان، رحله من الريسبشن للاخصائي لقسم الاشعه، فبيجي لي باشعات جديده بالصوره تبقى كامله. التكامل ده بيفرق في جوده الخدمه وبيفرق في قراري انا كجراح عظام، ان احنا نحاول ان احنا نجمع كل الخدمات في مكان واحد. اثر بالايجاب على رضا العيان بالنسبه لنا، واثر برضو بالايجاب على جوده الخدمه اللي احنا بنقدمها. الاخصائيين بتوعنا اللي بيساعدونا في المركز بيقدموا خدمه كويسه جدا، ان المريض لما بيحصل له اي اصابه في المنزل بنقدر نبعته المنزل ويعمل الفني يكون معاه وبيعمل اشعه في المنزل وبيدينا سرعه في التشخيص. حتى لو احنا مشغولين في العياده او احنا بنتابع حالات الموجوده في العياده، هذا لا يمنع ابدا ابدا ان احنا المريض بتاعنا بيتحضر للعمليات كويس جدا، بتتابع القرار العمليه كويس قوي، كل ارقام المريض بتوصل لنا في لحظتها. حاجه برضو تميزنا جدا في مركز ايبل كلينكس البوست اوبراتيف كير. احنا المريض بعد ما بيعمل عمليه محتاج غيار في البيت، الاخصائي بيروح له، محتاج يجي لي العياده اعمل له اشعه اطمن على جوده التثبيت الكسر بتاعنا. بعد ما بيجي لي العياده وعملنا له العمليه سواء كانت كسر او سواء منظار ركبه او رباط صليبي او منظار كتف، وده تخصصنا الدقيق لان احنا انتهى زمن ان هو جراح عظام لكل حاجه. احنا في علم جراحه العظام بقينا 10 سب سبيشاليتي، بقى دكتور عظام اورام ودكتور عظام يد ودكتور عظام اطفال. فتخصصنا الدقيق جدا في مركز ايبل كلينكس ان احنا تخصص جراحات الكتف والركبه ومناظير والمفاصل الصناعيه. في نوع من انواع التركيز في المفاصل، بنقدر نجيب كل الانوفيشنز او الجديد في علاج المفاصل، من حقن بلازما او حقن ماده جيلاتينيه او عمليات بالمناظير. وبصراحه جوده الخدمه فرقت جدا ورضا العيان زاد جدا لما بنعمل عمليه رباط صليبي او نعمل عمليه مناظير كتف
والعيان بيجي بيلاقي تكامل الخدمه من دكتور علاج طبيعي بيجي يحضر معايا الكشف، وساعات بيستلم الحاله ان مهما حولت دكتور علاج طبيعي ما اقدرش الخص عمليه جراحيه بكل تفاصيلها الدقيقه جدا في ريكوست، لكن لما الدكتور بيجي يستلم مني الحاله وانا بتابع كل 4-5 جلسات من جلسات العلاج الطبيعي بتابع تقدم الحاله بتاعي. احنا المركز بتاعنا تحت اشراف دكتور عماد مجدي رفائيل، استشاري عظام وكسور ومناظير. دكتور عماد معانا في المركز، بيشتغل معانا مجموعه من الاطباء الاخصائيين. احنا معانا برضو في المركز بتاعنا يطور ويقدم خدمه كويسه ويرضي كل الناس ويبقوا ماشيين من عندنا مبسوطين. الحجز عندنا بيتم عن طريق التليفون، احنا بناخد بيانات الحاله. اول حاجه الحاله طبعا بتشرف بتفتح في الويتنج اريا، بعد كده بنستدعيها ان هي تدخل للاخصائي. ناس كتير برضو مش فاهمه هي ليه بتخش للاخصائي. هي بتخش بتقول الشكوى بتاعتها وبرده بيراجع معاها هي بتاخد ادويه ايه، بتشتكي من اي امراض تانية، بتبقى زي برزنتيشن كده لدكتور عماد مجدي. بعد كده لو محتاجه اشاعه بتروح للقسم الاشاعه اللي هو موجود برده معانا هنا في المركز، بتروح تعمل اشاعه. الاشاعه بتيجي عندي بتتراجع الاول وبعد كده بتدخل على السيستم، بعد كده بترجع ترتاح تاني في الويتنج اريا. لما بيجي دورها بترجع تدخل لدكتور عماد، طبعا بيتم الفحص الكامل جوه، بتخلص الحاله معايا بتطلع بالروشته بتاعتها. لازم برضو نراجع الروشته ونديها الميعاد اللي بعد كده، سواء طبعا استشاره لو هي الدنيا الحاله مش صعبه قوي، لو ليها طبعا حقن بيتم شرح البلان بتاعتها. الناس اللي هنا فاهمه دكتور عماد يعني كاتب ايه او عارف ايه، فبتحاول تساعد حتى لو الحاله مش مركزه جوه. احنا هنا بنحاول نفهمها البلان بتاعتها ايه اللي الدكتور عماد بيبقى كاتبها. طبعا احنا ملتزمين بمتابعه حالات العمليات او البلازما او الحقن، او على اي استفسار من اي حاله بيبقى ليها اي شكوى او حاسه ان هي لسه تعبانه او كده. طبعا احنا بنستدعيها او بنحاول نساعدها ونرد عليها عن طريق التليفون او الواتساب. لو الحاله بتبقى صعبه عن كده بكفاءه وبدون اصابات مستقبليه قدر المستطاع، يعني اسرع وقت ممكن، وده بيتم من خلال التواصل. ورجعنا لكم مشاهدينا، وحلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا بنتكلم فيها عن مناظير الكتف والرباط الصليبي وغضروف الركبه. مشاكل كتير ممكن تكون بتحصل للركبه، بعضها ممكن يكون بسبب امراض معينه زي مثلا الخشونه، تكون ليها سن معين. النهارده هنعرف ايه هي اكثر اصابات الركبه، هنتكلم عن الرباط الصليبي وهنتكلم عن غضروف الركبه، وكمان هنعرف ايه هي طرق العلاج المستخدمه والتقنيات الحديثه، وهنتكلم كمان عن المنظار في التشخيص والعلاج. واللي بيشرفنا النهارده بالاجابه على كل اسئلتنا دكتور عماد رفائيل، استشاري جراحه العظام والكسور والمفاصل الصناعيه والمناظير، زميل مستشفيات جامعه أولم بايرن المانيا، زميل معهد سان دييغو لجراحات الكتف بالولايات المتحده، عضو جمعيه جراحه مناظير المفاصل الاوروبيه والمصريه، رئيس مجلس إدارة مركز ايبل كلينيك لجراحات العظام والكسور. برحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ منورنا النهارده في صحتك. ميرسي. والحقيقه اصابات الركبه بقت منتشره جدا، ودايما دكتور يعني اللي بيعجبني ان احنا في الحلقات بتاعتنا بنتكلم عن اكتر الامراض واكتر الاصابات في العظام المنتشره، وكتير قوي بنشوف اصابات الركبه بقت كتيره جدا، سواء للناس اللي هم رياضيين بيلعبوا بيحصل تصادم جامد جدا في اللعب، او الناس اللي ممكن ما تكونش بتعمل مجهود جامد وفجاه يحصل عندها اصابه في الركبه. فعايزين النهارده نتكلم عن اكتر الاصابات المنتشره في الركبه، وايه هي الاصابات اللي بتسبب الم جامد جدا والم شديد جدا. اكتر اصابات بتيجي في الركبه بتختلف حسب السن. يعني السن الصغير اللي هو تحت سن ال20 سنه اكتر اصابات بتحصل في الرطفه نتيجه العادات الغلط، ان احنا بنقعد تانيين رجلينا تحتينا، فبيحصل ان مفصل الركبه يحصل ان الباتيلا دي تتزحزح من مكانها. ده في السن الصغير، وخصوصا البنات الصغيره بيحبوا يذاكروا على السرير، يقعدوا تاني رجليهم تحتيهم، دي تتخلع وتجري. تاني إصابة في الركبة مشهورة اللي هو قطع غضروف الركبة، اللي هو الغضروف عبارة عن قرصة جيلاتينية وظيفتها ان هي تحمي العظم ان هو يحتك ببعض. فساعات احنا بيحصل لنا تورشن تروما، انا نازل من عربية ورجلي لفت، انا نازل من سلم ورجلي لفت، سمعت صوت تك واحدة عاليه، حصل الم بعد كده شديد، يبقى حصل اصابه في غضروف الركبه. المفهوم ان احنا عندنا ان حصل اللي بيحصل قطع في غضروف الركبه للناس لعيبه الكوره بس، لا، ده ممكن اي حد فينا يحصل له قطع في غضروف الركبه. وبرده ان ربنا خلق لنا غضروف الركبه علشان يفدينا
من الكسر ممكن يحصل. فقطع الغضروف اسهل بكتير من كسر، بس بيحصل قطع، ولو ما تعالجش هو ده اهمال قطع الغضروف يؤدي الى حدوث خشونه. فانت دايما احنا بنفاجئ المريض جاي لي عنده 35 سنه وعنده خشونه، هو كان عنده اصابه من 10 سنين وما خدش باله. هي الفكره كلها ان احنا زمان كنا بنستأصل الغضروف، دلوقتي احنا بنخيط الغضروف، بس بنخيطه بدري. تايمينج تايمينج تايمينج، يعني لو حصل لك اصابه غضروف في خلال 48 ساعه او 72 ساعه او حتى اسبوع يمكن اصلاحه، لكن لو اهملنا والوقت عدى بينا مش هينفع نصلح غضروف الركبه. لو الصوت صوت واحد فقط، صوت طرقعه مع اللف على الرجل الثابته، اعرف ان ده قطع في غضروف الركبه. لو هو صوت متكرر يبقى اعرف ان دي شكل احتكاك في المفصل، فدي بدايه خشونه. تمام. فهو قطع غضروف الركبه من اشهر اصابات الركبه، طبعا يليها بعد كده قطع الرباط الصليبي. صحيح. طيب يعني عامل الوقت مهم جدا، وفكره التشخيص اكيد يا دكتور طبعا كل ما تكون سليمه كل ما التدخل بيكون اسرع، وده بيفرق معانا ويرجعنا لنقطه البدايه وهي عامل الوقت. فخلينا نتكلم يا دكتور، حضرتك بتقول ان قطع او حدوث مشكله في غضروف الركبه ده بيؤدي الى خشونه الركبه. بالظبط. طيب هل خشونه الركبه ممكن تؤدي لمشاكل كمان في الركبه زي الغضروف او زي الرباط الصليبي؟ خشونة الركبة يعني ابتدى يتأثر سطح المفصل، ابتدى سطح المفصل يبقى خشن. النقطة اللي عايزين نوصلها للسادة المشاهدين ان مش كل صوت طقطقة في الركبة دي خشونة. يعني اغلب الناس ركبتها بيحصل فيها اصوات، بيجي لنا احنا بانيك، ايه ده انا جاني خشونة. في واحد هو ماشي كده فجأة بيسمع صوت ركبته بتطقطق، اشهر اصوات. فهو الطقطقة دي احنا بنحللها، لو صوت احتكاك بسيط في التاني وفي الفرد في السجود وبنقوم من حاجه واطيه وبنقوم، يبقى ده صوت احتكاك في الرطفه. وده بيحصل نتيجه الباد هابتس، قاعده غلط، قله شرب ميه، نقص فيتامين دي، بيحصل خشونه في الرطفه. لو سطح المفصل نفسه بقى بيحصل في اثناء المشي نفسه يحصل صوت احتكاك وصوت جامد متكرر، يبقى ده حصل خشونه في سطح المفصل. خشونه درجات، درجه 1 عباره عن التهاب بسيط، درجه 2 ابتدى يحصل تاكل خفيف او قرح بسيطه في سطح المفصل. كل ده ممكن يتعالج. يتعالج يعني يروح، مش يتعالج يعني يهدى. دخلنا في مرحله ثالثه ورابعه، يبقى ممكن العلاج بتاعه هو تلطيف الالام وليس علاج للخشونه. يعني شبهيها كده واحد زي شعر ابيض، بس هو بيعرف يسرحه كويس ويصبغه كويس ويعيش بيه كويس، انا هقدر اصاحب الخشونه واتكيف معاه من غير ما تزعلني. لكن دي بالنسبه لدرجه ثالثه ودرجه رابعه. لكن درجه 1 و2 مهم قوي، خف خالص. وهل لو انا اهملت الدرجه الاولى والثانيه ممكن توصلني للدرجه الثالثه والرابعه؟ وساعات العلاج بس ان انا ابطئ سرعه تدهور المفصل. يعني بدل المفصل ما ياثر على حياتي والالم يبقى عنيف، وخلال 2 أو 3 من الاهمال من درجه الخشونه اوصل لمرحله ثالثه ورابعه اللي هي لازم حل جراحي، انا لو عالجتها بسرعه بدري بيفرق جدا في التحسن. هل في اعراض معينه يا دكتور للخشونه اقدر اعرف ان انا عندي خشونه وابتدي اهتم واروح؟ يعني كتير مننا بنسمع صوت الطقطقه، هل طقطقه مصاحبها الم مثلا، مش قادره اقوم، مش قادره اقعد، مش قادره اطلع سلم؟ في اعراض معينه واضحه بتديني جرس انذار انا محتاجه اروح لدكتور عشان اهتم واشوف انا عندي ايه في ركبتي؟ persistent painful range of motion، يعني الم مستمر اكتر من 3-4 ايام والحركه اصبحت محدوده. persistent painful range of motion، ده بالنسبه لي يبقى لا روح اكشف. ثانيا ميكانيكال سيمبتومز، اعراض ميكانيكيه، انا بتني ركبتي قفشت، انا بطلع ركبتي علقت روح بسرعه للدكتور عظم، لان الوقت بيفرق. ليه؟ انا تدخل بسيط ممكن يكون علاج جلسه علاج طبيعي، نفهم نحلل الم الركبه كويس، وساعات يبقى الحل ابسط من ان احنا نتخيل. طيب هل بيبقى يعني كنا زمان نسمع ان خشونة الركبة مرتبطة بالسن الكبير، يعني ست كبيرة او راجل كبير مع الوقت بيحصل خشونة ركبة، مش قادر يطلع مش قادر ينزل، لكن دلوقتي اصبحت موجودة يا دكتور برضو في سن صغير. هل دي راجعة لاسباب اهمال مثلا لآلام معينة، عادات غلط ممكن نكون بنعملها سواء في القعدة في المشي، قلة حركة؟ يعني ده راجع لايه يا دكتور؟ ده راجع لان احنا بعدنا عن الرياضة، والرياضة البسيطة اللي هي حتى ممكن تكون المشي، وبعدنا عن ان احنا نقعد قعدات صحيه، والاكل فعلا، واهمال نقص فيتامين دي كمان، والعادات الغلط هي اللي بتخلي سرعه تدهور الخشونه. والاهمال سبب انتشار الخشونه ان انا بجالي وجع اخد مسكن. الابيوز بتاع الانرجيزكس وكل واحد مستسهل ياخد قرص مسكن، ده شيء مش صح تماما يعني، وبيأثر علينا بعدين.
تمام. احنا يا دكتور عايزين نتكلم كمان اكتر عن فكرة الرباط الصليبي والمشاكل اللي ممكن تنتج عن اهمال الرباط الصليبي، وان انا ما ابتديش اهتم بالعلاج واشوف العلاج ممكن يبدأ، سواء هحتاج جراحة او هحتاج علاج معين او تحذيرات معينة ممكن الدكتور يقول لي عليها. لكن استأذنك يا دكتور، احنا معانا حالة حابين ان احنا نطلع نشوفها ونرجع نتكلم اكتر عن الرباط الصليبي. خلينا نشوف الحالة دي وهي لأستاذ عبد الرحمن ونرجع لكم تاني. كنت اتصبت من شهر 5 اللي فات في ركبتي إصابة قوية. رحت عملت أشعة رنين مغناطيسي واتشخصت لي إن أنا عندي قطع في الرباط الصليبي الأمامي، قطع كامل. قدرت من وأنا في خلال سفري أتواصل مع دكتور عماد رفائيل، وكتب لي علاج ان انا امشي على العلاج لمده شهر لحد ما انزل اجازه يعني واعرف اجيله. مجرد ما جيت له بص على الاشعه وكده شخص لي ان انا لازم اعمل عمليه الرباط الصليبي الامامي. عملت العمليه في يوم 2/7. قعدت شهر بعد العمليه فانا ما كنتش قادر ادوس على الارض خالص، بالعكاز بس يعني وكده. بعد طبعا لما فكيت الغرز وكده بعد اسبوعين، من الاسبوع الثالث بالظبط بدات انزل علاج طبيعي مع دكتور فادي عندهم في المركز، والدنيا اتحسنت جدا. من جلسه ال5 أو 6 بدات اسيب العكاز خالص، وبدات امشي بصوره طبيعيه يعني وامارس حياتي بشكل طبيعي، والحمد لله دلوقتي بقيت تمام يعني. وبحب اشكر دكتور عماد كتير، كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ومن ثم مهاره وشطاره دكتور عماد ودكتور فادي في مركز العلاج الطبيعي. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير. والحقيقه يا دكتور انا شايفه ان التقرير ده اكتر من رائع، يعني هو الحقيقه بيشرح تفاصيل هو ممكن يكون مش قصد ان هو يشرح، لكن فكره ان انا ابتديت من الاول خالص، يعني احنا دخلنا معاه في القصه وابتدى من الاول خالص ان هو راح وتشخص تشخيص سليم، كمان ابتدى ناخد الاجراءات، فكره ما بعد العمليه والعلاج الطبيعي، وقد ايه ان كل ده موجود في مكان واحد. والنتائج اللي احنا شايفينها يا دكتور بعد 10 أسابيع زي ما الحالة بتقول، دي نتائج الحقيقة مبهرة جدا. يعني هو نازل سكوات، بيتني ركبته، بيسجد، بيعمل حاجات كتير. ممكن يكون كتير عمل عمليات رباط صليبي ما وصلش للنتيجة دي وبعد عدة سنوات بالزبط. كمان مش فكرة الوقت بس، ما هو ده بيرجع لكذا حاجة. نمرة 1 ان المريض متعاون، خلي بالك. ثانيا الحمد لله جودة الجراحة، ان احنا بنعمل عمليه اعاده بناء الرباط الصليبي بالمنظار. وبرده في تكنيكس احنا بنعملها جديده، ان احنا كنا الرباط الصليبي وانس انه بيتقطع احنا ما بيتخيطش غير اوتار الكتف، اوتار الكتف بتتخيط، لكن الرباط الصليبي وانس انه اتقطع ما بيتصلحش. طب احنا بنجيب رباط صليبي جديد منين؟ احنا بنفتح فتحه صغيره جدا 2 سم من هنا، وكنا بناخد اوتار العضله الخلفيه الهامسترنجز الجراسيلس والسيميتندينوزس. طريقه اخدان الوتر، طريقه تثبيت الوتر، العمليه كلها تعمل بالمنظار في وقت لا يتعدى ساعه، ساعه ونص. سرعه الجراحه بتفرق في اعاده شفاء المريض. جوده الجراحه طبعا، لان احنا مش بس بنحط رباط صليبي، الرباط الصليبي ليه تنشن معين، ان انت تظبطي الوتر، مش مجرد تحطي الوتر وخلاص. ما الوتر ممكن يكون موجود، الرباط ممكن يكون موجود، بس ممكن يكون لاكس مرخي، فلازم ليه تنشن معين. التنشن ده لو اوفر تنشن المريض ما يقدرش يفرد ركبته الاخر، ولو اندر تنشن المريض ركبته تخونه. فالموضوع صعب. تكنيك جوه الجراحه ان احنا نظبط التنشن بتاعنا. ان احنا نعمل عمليه رباط صليبي سهل، لكن احنا نعملها بجوده ونظبط التنشن بتاعنا دي شيء صعب. على خبره الدكتور طبعا يعني، وفكره الابحاث واستخدام التقنيات الحديثه بالزبط. وان هو بيبقى ريسيرش طول الوقت وبيعمل حاجات بتفيده في حاجه زي كده، لان كل يوم بيبقى فيه تطور جديد بالزبط. في مجال الطب، فاكيد ده راجع فعلا للدكتور. كلامك مظبوط جدا. احنا مثلا في تطور، احنا بقى لنا 15 سنه بنستخدم الهامسترنجز العضلات الخلفيه. بيحصل مثلا الناس كلها فاكره ان الرباط الصليبي ما بيحصلش غير للرجاله، لا، الرباط الصليبي بيحصل للرجال وللسيدات، وده راجل مهندس. انا لسه عامل عمليه لسيده عمرها 30 سنه وام لاطفال وحصل لها قطع كلي في الرباط الصليبي. تخيلي حضرتك جوده الاوتار بتاعتها اللي احنا بناخدها سيئه جدا. طب هنجيب لها وتر منين؟ الحمد لله عشان التكنيكس الجديده احنا بناخد دلوقتي من اوتار الكاحل. بناخد وتر من اوتار الكاحل بنستخدمه في الركبه. فاحنا خدنا وتر من وتر الكاحل
اثناء العمليه، وعملنا ترقيع للرباط الصليبي واعاده بناء الرباط الصليبي من وتر الكاحل، وما اثرش على الكاحل خالص. وان شاء الله هعمل لك ريفيو، هي دلوقتي في مرحله الشفاء، ان شاء الله نعملها ريفيو ونجيبها. فالناس التشينجينج كونسبت ان انت لو انت مش لعيب كوره، هل لو عندك قطع رباط صليبي وسنك صغير لازم تعمل عمليه؟ لازم تعمل عمليه. ليه؟ انا ما بلعبش كوره. ان الرباط الصليبي وان اوف ذا مين ستابلايزر للركبه. الرباط الصليبي مهم جدا عشان ما يخليش العظمتين يسيبوا بعض. كل حركه في دي لو سبت الرباط الصليبي مقطوع 3-4 سنين يجي لك خشونه. والخشونه ضد الرباط والرباط ضد الخشونه. يعني انت لو عملت عمليه رباط صليبي بتحمي نفسك من الخشونه، مش عشان تلعب كوره. ولو الرباط سبته مقطوع هيجي لك خشونه، ولو عندك خشونه ما ينفعش تعمل رباط صليبي. يعني في ناس يجي لي مثلا عاملين اشعه بالرنين وعندهم قطع في الرباط الصليبي ودي ارتانيك، عندي 45-50 سنه وعندي قطع في الرباط الصليبي. لا، ده جزء من مرض الخشونه. فيا ريت النقطتين دول كده يكونوا وضحوا، ان لو انا عندي خشونه اكيد الرباط الصليبي بتاعك لاكس مش شغال. بس حضرتك قلت لو عندي خشونه ما ينفعش اعمل عمليه رباط صليبي. بالظبط. ليه يا دكتور؟ لان انت حضرتك هتضيقي الركبه اكتر. مفيش عمليه رباط صليبي تتعمل لحد عنده خشونه. انت بتعملي الرباط الصليبي علشان ما يجيلكيش خشونه، فانت اوريدي جت، فانت لما تنفعش تعملي عمليه رباط صليبي انت عندك خشونه. عشان كده ناس كتير جدا عندها قطع في الرباط الصليبي وبنعمل لها اشعه عاديه وهي واقفه بنلاقي فيه تقارب جامد لسطح المفصل. حاجه تانية مهمه قوي، المال الاينمنت. لو انا عندي اعوجاج في الرجل وعملت رباط صليبي من غير ما اصلح الاعوجاج العمليه ما بتنجحش. تمام. يعني مش معنى كده ان اي حد عنده قطع رباط صليبي ينفع ان احنا يعمل عمليه. لا. فكره في شروط وفي طبعا. درجات وفي كمان امراض ممكن تكون تمانع ان احنا نعمل العمليه بتاعت الرجل. الميكانيكس، الاعوجاج ما بيخليش الرباط الصليبي ينجح. وساعات بنعمل الاثنين مع بعض، اصلاح للاعوجاج وفي نفس الوقت اصلاح الرباط الصليبي. تمام. طيب هنعرف اكتر يا دكتور كمان فكره علاج الخشونه، لان فعلا ده موضوع مهم جدا وكتير مننا ممكن يكون راح للدكتور او اتنين وبرده مازال في مشاكل ومش عارف يستخدم ايه او يتعالج ازاي في فكره خشونه الركبه. لكن استاذنك نطلع فاصل يا دكتور. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل، وحلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا ومميزة بنتكلم فيها عن مناظير الكتف والرباط الصليبي وغضروف الركبة. عرفنا في الجزء الأولاني من حلقتنا ايه المشكلة اللي ممكن تكون مصاحبة لمشاكل الركبة يعني، واتكلمنا عن الرباط الصليبي، اتكلمنا كمان عن خشونة الركبة، وعرفنا ان مش كل الأشخاص يناسب معاهم فكرة العلاج بعملية في قطع الرباط الصليبي. هنتكلم أكتر عن أوتار الكتف والمشاكل اللي ممكن تكون مصاحبة لآلام الكتف والمشاكل اللي بتنتج عن عادات غلط كتير قوي ممكن نكون بنمارسها على مدار حياتنا، وهنعرف كمان طرق العلاج. واللي بيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور عماد رفائيل، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية والمناظير، زميل مستشفيات جامعة أولم بايرن ألمانيا، زميل معهد سان دييغو لجراحات الكتف بالولايات المتحدة، عضو جمعية جراحة مناظير المفاصل الأوروبية والمصرية، رئيس مجلس إدارة مركز إيبول كلينيك لجراحات العظام والكسور. برحب بيك مرة كمان يا دكتور. هيا دكتور، يعني هنتكلم أكتر عن فكرة المشاكل اللي ممكن بتحصل لمفصل الكتف والأوتار اللي ممكن تتأثر على مدار الحياة بسبب عادات غلط، سلوكيات غلط. لكن حابة بس أرجع لنقطة معينة وكنا اتكلمنا عنها في الجزء الأولاني، فكرة خشونة الركبة. وعرفنا ان خشونة الركبة درجات، حضرتك قلت الدرجة الأولى والدرجة الثانية نقدر نعالجها ويرجع البني آدم طبيعي كأنه ما عندوش أي حاجة. المرحلة الثالثة والرابعة ممكن نحاول نسايس الركبة بحيث ان احنا نشتغل عليها بس يعني بأقل ألم أو بأقل مشاكل ممكن بالزبط. تنتج. ففي فكرة طالعة وعلاج كتير طبعا حضرتك عارف، فكرة الحقن الركبة ده يا دكتور بينفع مع أي درجات؟ وما بعد الحقن لو ما جابش نتيجة نعمل ايه أو نتوجه لمين؟ بص، انا هستغل وجودي معاكي وعايز اوصل رسالتين. اولا خشونة الركبة دي بكل مريض مختلف عن المريض التاني. لازم يتعمل له نوع من انواع البين اناليسيس والكيرفول اكزامينيشن. مش اي حد عنده الم في الركبة يروح يحقن ركبته، ده مش صح. احنا للاسف الفترة اللي فاتت بقينا نشوف ابيوز، استخدام خاطئ كتير للحقن.
احنا بنشوف ازاي بيجي لي مريض عمل حقن عند اي زملاء، وفي ناس كتير بتعمل حقن، وهقول لحضرتك مين يعمل حقن بعد كده. هي الفكره ده مرض زي اي مرض يتعمل له خطه علاج. يعني خطه علاج اولا نعرف سبب الالم ونحلل سبب الالم ونعمل له خطه علاج. خطه العلاج دي ممكن تكون علاج تحفظي، ممكن تكون علاج طبيعي، ممكن تكون حقن، ممكن تكون جراحه، ممكن تكون لايف ستايل موديفيكيشن. فلازم جراح عظام هو اللي يكشف على المريض كويس ويحدد سبب الالم ويعمل له خطه علاج. جوه الخطه دي فيها الحقن. هو الحقن اجراء تداخلي، لكن اللي يعمل الحقن هو جراح العظام. طبعا ليه؟ لان انا لو عملت حقن وما جابش نتيجه هعرف اعمل خطوه تانية. لكن لو احد تاني اي تخصص تاني بيعمل حقن طب ما جابش نتيجه، هل هياخد اجراء لمساعده شفاء المريض دي؟ لا، هيبقى ده الاند بتاعه. فهي الفكره ان جراح العظام او جراح المفاصل بالذات وخصوصا جراح المناظير هو اللي يقدر يعمل الحقن بجداره ويقدر يكمل رحله علاج. احدى محطات الرحله دي الحقن، احنا ما نقفش بقى عند المحطه دي. صحيح. ثانيا احنا الحقن ممكن بنحقن ماده جلاتينيه، بنحقن كورتيزون موضعي في اضيق الحدود. الماده الجلاتينيه دي انواع، قليل الكثافه وعالي الكثافه وعالي الكثافه. اختيار النوع الحقنه ده مهاره دكتور وخبره سنين، مش كل الحقن تنفع لكل الناس. ولازم يعرف ان في نسبه نجاح وفي نسبه عدم نجاح، والحقن مش لازم يتكرر كل فتره. هي محطه في رحله، الرحله دي ماشيه كويس خلاص مش لازم احقن. هو ما تعاملش مع مفصلك انه موتور ونقعد كل شويه نزيته. لا مش كده، مش الميعاد جه. ده في ناس جولي بعد 8 سنين ما حقنوش غير مره، وفي ناس قليله الحقن ما جابش نتيجه وعاملين لهم عمليات. بس فما نقفش عند المرحله دي. يعني في تكنيك معين للحقن، في مواد مستخدمه حسب كل حاله، في حضرتك بتاكد كمان ان لازم اللي يتم بالحقن ده جراحه عظام، مش اي حد يعمل لنا الحقن. يفضل. طيب هنتكلم اكتر دكتور عن الام الكتف واسباب الام الكتف، لكن استاذنك نشوف التقرير ده ونرجع نتكلم اكتر عن الام الكتف. فارس عزت رياض من الفيوم. أنا حصل لي قطع غضروف 4 أوتار في دراعي الشمال. طبعا كنت آخر حاجة كنت برفع دراعي كده. الحمد لله دلوقتي بعد العملية أنا جيت هنا اسكندرية عند الدكتور قال لي أنت محتاج عملية وبكرة وما تروحش لما تعمل عملية. وعملت العملية الحمد لله والحمد لله الحالة تمام يعني الحمد لله. أنا رحت كشفت عند دكتور على غضروف الرقبة. الدكتور قال لا مفيش حاجة في الغضروف. حولنا على الدكتور عماد رفائيل. فطبعا جيت هنا عند الدكتور عماد قال لا أنت محتاج عملية. والحمد لله يعني تاني يوم الدكتور عمل لي عملية وخرجت في نفس اليوم يعني برضه. الحمد لله يعني كنت آخر حاجة دراعي كده وكده كتير كمان. الحمد لله بعد العملية الحمد لله مفيش أي مشكلة وبشتغل وعندي مدشة وبشيل الحمد لله والدنيا زي الفل. لف ايديك الاتنين كده، زود ايديك لفوق، هات ايديك الاتنين ورا ظهرك، رجع كتفك لورا. في اي الم؟ لا. طب لف ايديك ظهرك، هات ايديك الاتنين ورا ظهرك، ابعد ايديك الاتنين عن جسمك، زود الاتنين لورا، هات ايدك دي على كوعك ده وارفع كوعك لفوق وزق ايدي لفوق. ورجعنا لكم تاني وهنتكلم اكتر عن حاله استاذ فارس ونعرف اكتر التفاصيل مع دكتورنا النهارده دكتور عماد. الحقيقه دكتور يعني احنا شايفين يعني هو بيتكلم في البدايه خالص بيقول انا ما كنتش برفع دراعي اصلا، ما كانش عارف يرفع دراعه. ده اسمها سودو باراليتيك، يعني شبه مشلول. لما يكون عندي قطع في اكتر من وتر او وترين في الكتف يبقى المريض ما بيحرك باللوح، ما بيحركش الكتف. خلي بالك كده حركه كتف، كده دي حركه لوح. فاحنا لازم نفرق ما بين الاثنين. الفكره ان هو بعد العمليه كمان بيرفع دراعه بشكل طبيعي خالص، حتى المقاومه وحضرتك بتدوس على ايده احنا شايفين يعني شخص تاني. هو استاذ فارس ممتاز جدا لان المريض هو احسن دكتور علاج طبيعي. استاذ فارس ما عملش علاج طبيعي عندنا لان احنا كان من الفيوم
والحمد لله احنا بيجي لنا ناس من كل مصر ومن بره مصر، يعني بيجي لنا ناس من ليبيا برضو كتير، بنعمل لهم عمليات وبنتابعهم ازاي. احنا بندي بروتوكول للمريض كل اسبوعين يعمل تمرين ايه وما يعملش ايه. تمام. فانت اوريدي لو انت عامله عمليه بالمنظار، احنا عملنا اصلاح قطع الاوتار الكتف بالمنظار كلية بالمنظار، فرق كبير جدا في التكنولوجي وفي صعوبة الجراحة بالنسبة للجراح، مش بالنسبة ما هي اسهل للمريض اصعب للجراح، والجراحة المفتوحة العكس، اسهل للجراح اصعب للمريض. صحيح. الفكرة ان التشخيص ان هو راح لزميل جراح مخ واعصاب، هو جاي له بيشتكي بوجع في الرقبة، قال له لا وجع الرقبة ده مش من الرقبة، ده من كتفك. وساعات العكس، يجي لي انا مريض عنده وجع في كتف اقول له ده مش من كتفك، ده من الرقبة. فده التشخيص، تشخيص وجودة التشخيص. صحيح. ان مش كل وجع في الرقبة من الرقبة ومش كل وجع في الكتف من الكتف. صحيح. ده تسميع. شخصنا عنده 4 أوتار. العملية ديت كان فيها تكنيكس كتير، لان احنا عملنا حاجة اسمها دبل رو ريبير. يعني دي اوتار الكتف، انا عندي 4 أوتار، كان هو عنده وترين مقطوعين، وتر السب سكاب ووتر السوبرا سبانيتس. احنا بالمنظار احنا بنبص 360 درجة. ده الفرق ما بين ان انت بالجراحة بتبصي في اتجاه واحد، لكن احنا بنرجع كل الفايبرز وبنرجع الانسجه كويس جدا، وبنعمل حاجه اسمها دبل رو ريبير، يعني ما بنخيطش في نقطه، بنحط نوزع خطافاتنا في اماكن مختلفه من الكتف وكلها بالمنظار، بحيث الريبير بتاعي يبقى قوي. ليه الريبير يبقى قوي والتحضير يبقى قوي؟ لان انت بترجع، احنا بنخيط الاوتار ما بنلحمهاش. تلحم كويس محتاجه مريض كويس وبيشتغل كويس ويشتغل على نفسه كويس ويعمل تمارين كويس. النتيجه جميله، انا مبسوط منها، بس يا رب يحافظ على نفسه لانه بيشيل. ويا ريت نتجنب الاصابات باوتار الكتف، ان احنا ما نشيلش تقيل على دراعاتنا او نشيل غلط كمان. هو يا دكتور يعني العادات الغلط اللي احنا بنعملها هي دي اللي بتعمل الاصابه؟ يعني مثلا انا في الجيم شلت غلط، او طبعا. بعيدا عن الجيم شلت حاجه تقيله بالغلط، في مثلا حركه اتعملت بطريقه عشوائيه او مش صحيحه، هل ده ممكن فعلا يعمل قطع في الاوتار؟ يحصل قطع كبير في الاوتار، وساعات اهمال القطع البسيط ده بيؤدي الى مشاكل كبيره. يعني انت حصل لك الم في الكتف، ارجوك يعني راح لاحد الزملاء حقنه مره 2، الحقن كتير غلط. الحقن على قطع اوتار غلط، لان الحقن هيضيع الالم ويضيع الوتر، بيخلي الانسجه ضعيفه جدا. لكن انا مثلا عندي قطع سطحي بسيط، ممكن حقن بلازما وحقن ماده جينيه يجيب نتيجه كويسه جدا معانا. يعني يا دكتور، يعني احنا بنتكلم عن ان حاله استاذ فارس دي اتعملت بالمنظار كلية بالمنظار. معظم الحالات بيتم علاجها بالمنظار ولا حسب كل حاله؟ ما ده احنا اللي بنكررها. بنسبه 90% من الحالات ممكن نعمل اصلاح قطع اوتار الكتف بالمنظار، والموضوع بقى زايد جدا نتيجه ان احنا في اهمال جامد في الام الكتف، وساعات بيحصل ابيوز للحقن زي ما قلت لحضرتك كده. فاحنا مش عايزين نضيع وقت في علاجات تحفظيه ما تاخدش وقت. اعمل علاج تحفظي بس ما تديلوش اكتر من وقت. صحيح. طيب يا دكتور، حضرتك بتقول ان احنا بيتابعنا ناس كتير خارج الاسكندريه، سواء بقى في القاهره او في الفيوم او خارج مصر اصلا، فبيبقى عندهم يا دكتور فكره ان عايزين يعملوا استشاره، عايزين يعرفوا الاجراءات اللي هم ممكن يعملوها. يعني لو حد عايش بره وعنده اشاعات، عنده تقارير معينه، حابب ان هو يتواصل مع حضرتك، احنا عارفين ان حضرتك عامل استشاره عن طريق الويب سايت، فعايزين حضرتك تقول لنا اكتر عنها. احنا الفكره احنا عملنا الويب سايت، والويب سايت بيشرح جميع فروعنا في اسكندريه وفي القاهره، بس احنا عشان بنعمل عمليات لمرضى كتير من بره مصر، ابتدينا ان احنا نعمل الويب سايت جزء ان احنا نعمل اونلاين كونسلتيشن. طبعا الاونلاين اكزامينيشن او الفحص الاكلينيكي لازم يتم. طب احنا دلوقتي في مريض عملنا له عمليه وسافر، بنديله كل اسبوعين بروتوكول علاج. ممكن بيحجز ميعاد، يخش على الويب سايت اللي هو ايبل كلينكس، ويخش على المكان اونلاين كونسلتيشن، بيحجز ميعاد، احنا بننزل المواعيد اللي احنا متاحين فيها، بيحجز ميعاد وبيتابع معانا مره كل شهر لحد ما يوصل لمرحله الشفاء. في نوع تاني من انواع الاونلاين كونسلتيشن، ده مهم جدا، انه حد من بره عنده اشعاعات، عنده مشاكل، وبيبعت لنا الاشعاعات ونقول له رايه، يعمل عمليه ما يعملش عمليه، ياخد راينا الطبي المبدئي، لان احنا لازم نكشف على المريض. بس صحيح. ساعات الراي المبدئي بيساعد في اتخاذ القرار الصح. اكيد طبعا، وبيفيد جدا في فكره ان هو ياخد الاجراء بسرعه عشان يلحق ان هو يعالج المشكله في اولها قبل ما تتفاقم وقبل ما يكونش ليها طرق علاج مناسبه زي اللي كنا بنتكلم عنها النهارده. الحقيقه بشكرك بجد يا دكتور على وجودك معانا النهارده، وعلى الحالات فعلا اللي ادتنا امل، لان في كتير قوي بقى عندهم مشاكل وفاكرين ان المشكله ملهاش حل، لكن شكرا جدا يا دكتور على وجودك معانا النهارده. كان معانا النهارده دكتور عماد
رفائيل، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية والمناظير، زميل مستشفيات جامعة أولم بايرن بألمانيا، زميل معهد سان دييغو لجراحات الكتف بالولايات المتحدة، عضو جمعية جراحات مناظير المفاصل الأوروبية والمصرية، رئيس مجلس إدارة مركز ايبل كلينيك لجراحات العظام والكسور. ودي كانت نهاية حلقتنا. نتمنى ان حلقتنا النهاردة تكون أفادتكم. استنونا وحلقات تانية من صحتك.